رايح فين؟ قال له رايح ابو قتاته. قال له يا دي السعد يا دي الهنا، انا كمان رايح ابو قتاته، تعالى ده انا هوصلك. وتوتو ركب وراه الموتوسيكل، وشيرة خدت النونوز ودتهم تاني يوم الغابه عشان تدربهم، وقالت لهم هعلمكم النهارده ازاي تطلع. لا انت فهمت ايه؟ هي قالت لهم ازاي تطلع الوحش اللي جواه. سيد وكرم وبيبو ما كانوش عارفين يطلعوا الوحش اللي جواهم، لدرجه ان مشيره طارت وقالت لسيد صد الضربه دي، بس سيد يا عيني غلبان ما عرفش يصدها ولبس الضربه في وشه. فضلت تدربهم، ولما نجحوا في اول امتحان قالت لهم انتوا دلوقتي جاهزين. هم فرحوا وجريوا، ما استنوش يعرفوا هم جاهزين لايه، اتاريهم كانوا جاهزين يبتدوا في مستوى المبتدئين من الكونغ فو. نرجع لوحيد ابو كف اللي خد جروب وراحوا بنك الاشرار وعملوا تمثيليه عشان يعرفوا يسرقوا بيها البنك، وفعلا جروب قدر ان هو يفتح الخزنه الكبيره ويسرق منها لوحه الموناليزا. ولما خرجوا من البنك وحيد قال له انا هعلمك كل حاجه انا اعرفها عن الشر. سيد وكرم وبيبو راحوا البيت بتاع وحيد ابو كف تاني عشان يدخلوا ينقذوا جروب، وعرفوا يدخلوا البيت. وهم بيدوروا على جروب كان عصابه الاشرار السته وصلوا هم كمان ودمروا البيت، بس ما لقوش وحيد ابو كف وراحوا